السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة، أنا اللي شويت العكاوي وأول واحدة تشوي العكاوي، بس عايزة أقول لكم طعمها جبار. أهلا بيكم في مطبخ هبة. يلا بينا على الطريقة الجميلة، بس قبل أي شيء ننزل نحط لايك وشير للقناة واشتراك علشان يوصلكوا كل جديد مني. تمام. جبنا العكاوي بتاعتنا، هنعملها على طريقتين. طريقة بالبصلة وانا عاملاها قبل كده في كذا فيديو، بس برضو هعملها لكم بالعكاوي، وعايزه اقولك طعمها جنان. دي ليها طعم ودي ليها طعم، دي ليها ميزة طعم ونكهة كده مختلفة، والتانية ليها طعم ونكهة طعم مختلف، بس كل واحدة وليها طريقتها. وهشوها لكم بدون بهارات وبدون اي شيء، وهتطلع جميلة، وفعلا فعلا هتدعي لي عليها وتقولي الله ينور عليك. هنجيب طاجن فخار او اي صينية عندك بتتحط في الفرن. طبعا هنجيب العكاوي بتاعتنا ونحط في الطاجن او اي شيء انت هتحطي فيه، بس انا برجح الطواجن، يعني الطواجن بتديها طعم تاني خالص وشمخة كده حلوة. تمام. وهنعوص الطاجن سمنة، وهنعوص الحتت بتاعتنا بتاعت العكاوي من السمنة ديت. تمام. وهنرصها رصة حلوة كده زي ما انت شايفة، مش هنحط تاني حاجة خالص. وهنرص الرصة الحلوة ديت، لا هنحط ملح ولا بهارات ولا فلفل اسمر ولا اي شيء من دي كلها. عايزة اقولك هيتحمر وهيبقى طعمه جميل جدا، وفعلا فعلا يستاهل التجربة يا جماعة. انا عندي انبهروا بيه قالوا لي دايما تعملوه لنا كده. تمام. وبصوا بقى، في نقطة مهمة جدا، العكاوي لو صغننة ما بنحطلهاش مية. تمام. اي لحمة مشوية عايزين نشويها ما بنحطلهاش مية. لو شك ان هي كبيرة وهتاخد سوا معاكي، تحطي كوباية مية فقط لا غير، وتكمريها تكميرة حلوة بورق الزبدة وورق الفويل. تمام. وتكوني مشغلة قبلها الفرن بتاعك عشان يكون حامي، عشان نعمل صدمة للعكاوي او للحمة في قلب الفرن بتاعنا. تمام. انا كنت عامله طاجن قبل كده في فيديو قبل كده شويه برضك بدون بهارات ولا اي حاجه، لو حابه ترجعي له ارجعي له ورا. تمام. وهنكمره تكميره حلوه جدا ونحطه في الفرن بتاعنا. هي العكاوي معرفش، في ناس بتوزنها في ناس ما بتوزنهاش، بس الكل كيلو لحمه ساعه، يعني اللحمه بتاخد ساعه في الفرن تماما. والله العكاوي 2 كيلو تتحط ساعتين في الفرن. عكاوي اي حاجة هتشويها حاسة ان انتي خايفة منها، تمام، ان هي ما تشويش معاكي او كده. طبعا حطيناها في الفرن وهنا هنطلعها. انا نسيت طبعا ادهن ورق الزبدة بتاعتي زيت او مادة دهنية عشان ما يلزقش في اللحمة. طبعا بصي، عايزة اقولك اهي كده متحمرة نص تحميرة وبالفويل وبالورق بتاعها. تمام. طبعا هي سخنه وشايفه هي بتبقبق قصادك. شفتي الماده الدهنيه بتاعتها نزلت ازاي؟ يعني منه ودهنله، يعني حاجه منها فيها خيرها فيها. تمام كده. طبعا بعد ما اتعملت الحركه دي هنرجعها الفرن تاني، هنقلب. طبعا بصي متحمره هي والله من غير اي حاجه ودايبه دوب، بس طبعا انا عايزه ادي اللون الذهبي تمام كده اهوت. اللهم صل على سيدنا محمد. شفتي حاجه؟ مش قادره اقولك، يعني بصي دايبه اهي من غير ما اعمل اي حاجه. هنرجعها للفرن تاني تاخد لون ذهبي، والصوص بتاعها ده ينشف شويه او ما ينشفش. بصي عايزه اقولك هينزل صوص تحتيه جبار. شفتوا بقى؟ انا اللي شويت العكاوي. نرجعها بقى في الفرن تاني وهتشوفوا الشكل بتاعها النهائي. عايزه اقولك حاجه خرافه بجد، تستاهل بقى ايه التجربه ولا لا. بس عندي هنا في البيت الصراحه، وكان في ضيوف قالوا لنا احنا على طول هنشويها بجد، مش هقولك يعني طعمها جنان. بصي الشكل النهائي. طبعا بقى عايزه تحط لها حته فحمه، يا ربي هتروح في حته تانية خالص. هنجيب بقى ووك او حله على النار، نحط فيها معلقه سمنه حلوه كده، ونحط بقيه العكاوي بتاعتنا فيها. انا قسمت العكاوي بتاعتي على حاجتين. تمام. هنفضل نحمر فيها كده ونديها صدمه. يعني ايه صدمه يا هبه؟ يعني نقفل المسام بتاعها.
طبعا بقى الحركات ديت بقى قلت حبيت اعمل لكم حبه حركات كده بالوك وكده. تمام، ونقلب وايه، ولازم نقفل المسام بتاعتها. تمام، وتتحمر كده تحميره اللي هي ايه، شبه مستويه، بس هي مش مستويه طبعا، احنا حمرنا الخارجي لكن الداخلي لسه هندخله ايه في الفرن. هنكون مثلا كيلو بصل عندك، 2 كيلو. حابة تعملي شوية بصل كتير دي ترجعلك انتي. تمام، عايزة كيلو بصل بس، عايزة كم بصلية فيها برضو ترجعلك. تمام، انا هنا اهي بعد ما تحمري زي ما انتي شايفة اهو، هنزل عليها بالبصل بتاعها نفرماه طبعا، او تخرطيه، او التقطيعة، او عصافر او جوانح زي ما انتي حسب اي دولة حابة تقطع البصلة بتاعتها. تمام كده اهوت زي ما انت شايفة كده. خلي ايدك فيها على طول وتقلبي علشان ما تتلدعش، ما تبقاش محروقة. انا عايزة اللحمة تبقى متحمرة. هننزل بقى بالبصلة دلوقتي عليها. تمام، بس ننزل البصلة ونفضل نقلب برضو تاني فيها. تمام كده اهوت. طبعا انا هنا مش عارفة كنت بجيب البصل باين او نزلت لكم البصلة اهوت فيها. هتنزلي البصلة طبعا زي ما انت عايزة. اقولك البصل ده كله مش هيبان اساسا فيها، هيهبط تماما. تمام كده اهوت. هنفضل نقلب فيها تقليبة حلوة علشان البصل ينزل تحت وياخدوا من بعضهم. طبعا هنحط بقى البهارات بتاعتنا. جوزة الطيب هتبشريها، لو مش عندك عادي يعني، حرية الاختيار ليكي. تمام، هو تكفي فلفل اسمر، ملح، ومعلقة سكر صغيرة عشان تديها كرملة كده. طبعا فلفل اسود، هنحط جنزبيل. تمام، بيديها برضو نكهة حلوة. وهنرجع نحط ايه، شعرة سكر، يعني مش اللي هي كتيرة يعني، يعني نص معلقة السكر الصغننة. تمام، اللي هي بس هتديكي كرملة كده فيها ومش هتحسي بيها اساسا. تمام، بس مش هنحط الملح دلوقتي لان الملح طبعا ما ينفعش يتحط، لسه اللحمة بتاعتنا نية وما استوتش. تمام كده، هنفضل نقلب كده تقليبة حلوة. وبعد كده يا جماعة بعد ما نقلب فيها كده، ماشي، اللهم صل على سيدنا محمد، هنغطيها. مش هنحط لا ميه ولا اي حاجه. طبعا البصله هتنزل الميه بتاعتها وده اللي انا عايزاه. تمام، بعد ما هتنزل الميه بتاعتها نبدا نسخن ميه في الكاتل على النار، الحبه اللي انت حبي اللي يعني اللي متاح قصادك. بص الميه بتاعتها نزلت ازاي طبعا واتشربت. هننزل على طول بايه، بالميه بتاعتنا فيها. ليه الميه؟ عشان الميه تكرمل شويه او نديها نص سوا على النار من فوق. تمام، لما ننزل بالميه بتاعتنا اهي، الميه السخنه اهي هتلاقيها بتبقبق معاكي على طول. تمام، مش ميه ساقعه يا جماعه من الحنفيه. لو ميه ساقعه حته اللحمه هتشد معاكي، مش هتستوي عامه، هتاخد وقت كبير قوي في السوا. لكن الميه السخنه هتاخد معاها على طول وتبدا تسوي معاكي. تعملي ايه بعد كده؟ هو تقومي موطيه عليها شمعه. يعني ايه شمعه؟ يعني اخر حاجه في العين توطيها. بعد كده تفضيها في الطاجن وتطلع معاكي بالجمال والتحفة دي. طاجنين معاكي هيشرفك، هتتمزجي، هتحسي ان انتي بتاكلي عكاوي بطريقتين مختلفين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.